ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد على قناتي وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الكريب زي ما بنشتريه من أكبر المطاعم أو المحلات. شايفين ما شاء الله شكل الكريب؟ هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وبحق كريب واحد بس بتشتريه هتعملي حوالي من 7 ل8 كريبات. شايفين ما شاء الله شكل الكريب؟ هتعرفي سر العجينة بتاعته من غير بيض، وهتعرفي كل الطريقة المظبوطة زي الجاهز بالظبط. عندنا في الخلاط كده عندنا 1.5 كوب من الحليب أو اللبن، و3/4 كوب من الماء. طبعا أنا ضايفة المية واللبن على بعض. وعندنا 1.5 كوب من الدقيق، والدقيق بتاعنا نكون نخلينه، وعليه نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة من الزيت. هنضربهم مع بعض كده في الخلاط، وده كده القوام المظبوط. القوام بيبقى خفيف كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنجيب مصفى علشان لو متكتل معايا أبدأ اللي أنا أصفيه كويس كده. بعد ما صفيته هبدأ أسيبه يرتاح ربع ساعة. هسيب العجينة دي ربع ساعة. هبدأ كده أعمل خط، هلاقي إن العجينة كده بتنزل معايا بكل سهولة، يبقى كده القوام مظبوط. بعد ما سبت العجينة ترتاح ربع ساعة هبدأ أجيب طاسة وتكون مش مدهونة أي حاجة، وتفضل إن هي تكون تيفال أو جرانيت أو سيراميك. أول لما الطاسة بتاعتي تبدأ إن هي تسخن، وطبعا الحرارة على نار تكون متوسطة ولا عالية ولا واطية، هبدأ أنزل بالكريب كده زي ما انتوا شايفين. بحرك المقلاية كده، وأول لما هيبدأ إن هو ياخد لون كده من تحت هبدأ أقلبه على الجنب التاني. طبعا ما ينفعش أحرك الكريب غير لما ياخد لون من تحت كده، أو يبدأ إن هو يتماسك معايا كده، وبعد كده أبدأ أقلبه على الجنب التاني. ببدأ أنزل كده بحوالي كرنيب، وأبدأ كده أحركه في الطاسة بتاعتي، وبعد كده أبدأ اللي أنا أقلبه على الجنب التاني. أول لما هياخد لون كده هبدأ اللي أنا أخرجه على فوطة وأغطيه بفوطة زي ما انتوا شايفين كده علشان يكون طري معايا. شايفين ما شاء الله؟ دي آخر حاجة فاضت معايا، برضو استغلتها وعملت كريب كده صغير. شايفين ما شاء الله قد ايه العجينة طرية معايا وزي الجاهزة وأحلى كمان. هتعملي حوالي من 7 ل8 كريبات تبع المقاسات اللي هتعمليها. ببدأ اخد كده الكريب واقسمه بالنص كده، وابدأ احط جبنة موزاريلا وبطاطس او سجق تكوني محمراه، او بانيه، او ستريبس، او برجر، او كفتة، اللي متوفر عندك اشتغلي بيه. وممكن تحشيه بطاطس وجبنة بس. هبدأ اتني الكريب كده، وابدأ احط الحشو في النص على شكل مثلث كده، واحط بطاطس، واحط كده السجق، واحط جبنة، وابدأ اتنيه كده يبقى شكل المثلث. طبعا هرصه في المقلاية علشان أبدأ اللي أنا أديله تحميصة حلوة والجبنة تمط معايا زي ما انتوا شايفين كده. الكريب ده ممكن تحشيه أي حشوات، ممكن تحشيه بالكاتشب وبالزيتون وبالبطاطس، أي جبن ممكن تحشيه. ممكن تحشيه جبنة وبطاطس بس وكاتشب، اللي متوفر عندك احشيه بيه. هبدأ أرفع الطاسة على نار تكون برضو متوسطة وبسباتيولا كده، وابدأ أضغط على سندوتش الكريب كده زي ما انتوا شايفين، واقلبه على الجنب التاني. اول لما هياخد لون كده هبدأ اقلبه على الجنب التاني. شايفين ما شاء الله شكل الكريب؟ ما شاء الله زي ما بنشتريه بالظبط. شكله كده فاخر من الاخر زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكل السندوتش؟ ما شاء الله بيتكلم.